السلام عليكم يا بنات، وحشتوني جدا جدا جدا. بعد طول انتظار غبت عنكم فترة. يا ربنا ما يبعدنيش عنكم تاني يا رب. رجعت النهاردة بالشعر ده. الشعر ده زي ما انتم شايفين، الشعر متقطع، الشعر تعبان جدا، مهلوك افريقي. زي ما انتم شايفين الشعرية محتاجة عناية جامدة جدا. الشعر ده اشتغلت له نسبة بالظبط 30% بوتكس و30% فيلر. والفيلر والبوتكس نوعهم بايو جولد، والنوعين دول مش فرد 100%. زدت عليهم حوالي 30% بروتين امازون، وحطيت نقطتين بيور كولاجين ومعلقة ترميم دكتور كافيار. لو حد عايز يكتب يا بنات، انا حطيت 30% فيلر، 30% بوتكس، 30% بروتين. حطيت ال10% الباقيين نقطتين بيور كولاجين او معلقة صغيرة بيور كولاجين ومعلقة ترميم دكتور كافيار. عندك انواع كتير جدا في الترميم. هنا يا بنات ابتديت اشطف المادة زي ما انتوا شايفين. شطف المادة مهم جدا جدا جدا، زي ما احنا متعودين مع بعض. عرفتوا كده مني وتأكدتوا ان الشطف مهم جدا على الشعراية، بحيث ان احنا نقلل الحمل على الشعراية. لازم تشطفوا المادة كويس من تحت الشعر ومن فوق، عشان تتأكدوا ان الشطف وصل لجميع الشعر. والشعر ده خداع يا بنات في استقبال المادة. يعني المادة بتبقى عليه تقيلة جدا، المية بتنزل من الشعر مش مادة كلها او مش بيضة خالص. المية بتنزل فيها تعريقة كده ابيض، لا انها لو انها بيضة قوي، ولا انها آه فيها مادة كتير. هتاخدوا العميلة زي ما انتوا شايفين، تنشفوا الشعر باستشوار هوا سخن لحد ما الشعر ينشف تماما 100%. تتأكدوا ان الشعر نشف 100%، تبتدوا تكبسوا. لازم الشعرية دي حتى ما بتنشفش 100%. ممكن تمسكيها كده بايديكي تحسها ان هي نشفت 100%، بس هي مبتبقاش نشفت. تمام. هنمسك بقى الخصل، عشان في بنات طلبت مني ان انا اجيب المكان اللي هو ورا الاذن على طول. عشان انتي بتعملي ايه؟ عشان العميله ما تحرقش ودنها. انا ما بعملش اي حاجه يا بنات، انا بكبس الشعر عادي جدا اهو زي ما انتم شايفين. كل الفكره ان انت تاخدي بالك مش اكتر. تاخدي بالك من المكوه اللي في ايدك، تحاولي تبعديها عن الجذور. حاولي تبعدي، حتى لو جيتي على الشعرايه اللي في الجذور ما توقفيش المكوه عليها، امشي على طول من على الجذور، ما تركنيش بالمكوى على الجذور. يعني انا بعيده خالص عن الاذن والودن اهو، يعني انا ورا الودن زي ما انتم شايفين يا بنات. الشعريه اتفردت، الشعريه كلها لون واحد. الشعريه اللي قدامكم دي يا بنات، في بنات بتطلعها، هي الشعريه افريقيه وضعيفه جدا، ففي بنات بتطلع منها الشعريه دي خضراء. اعتبروا ان الخضر ده ان الشعريه اتحرقت حرفيا. لازم الشعر يطلع فاتح درجه او درجتين بالكتير. ما ينفعش تفضلوا تكبسوا على الشعرايه لحد ما الشعرايه تخضر في ايديكم، تبقى لونها زيتوني فاتح جدا. لا، الشعرايه لونها فتح درجه درجتين، بتكبسوا كبسه او كبستين كمان وتسيبوا الشعرايه. كل واحد على حسب طريقته في الكبس، وكل واحد على حسب المكوى اللي في ايده. ممكن جدا تكوني انت بتكبسي بمكوى ضعيفه فمحتاجه كبس كتير. تمام. انا مثلا بستخدم مكوى درجه حرارتها 480 وعاليه جدا، فبالتالي انا بشوف ان الشعريه اتكبست مثلا بعد 5 كبسه او رابع كبسه، على حسب الخصله انا معرضاها او مخففاها، فبشتغل على هذا الاساس. فانت شغلك قدامك، قدام عينك، الخصله قدام عينك، المكوى في ايدك، انت اللي تقرري انت تعملي ايه. المهم ان انت لما تيجي تكبسي مفيش حاجه اسمها اشتغل على درجه حراره كام. انت علي المكوى بتاعتك، مسكت الخصله دي فتحت معاكي من اول كبسه، لا قللي درجه الحراره درجه. فتحت معاكي من تاني كبسه او تالت كبسه، خلاص اشتغلي على هذا الاساس، على الدرجه دي. وممكن جدا تكوني بتشتغلي على اعلى درجه في المكوى، بس انت في نفس الوقت عارفه انت بتعملي ايه. يعني انت لما توصلي لمرحله ان انت بروفيشنال، لا هتعلي المكوى في اي شعر. فكره ان انت تمشي على المكوى، على الشعرايه بالمكوى بسرعه او بالراحه، ده مع الخبره هتكتسبيها. ما تقلقيش، اشتغلي وتوكلي على الله وربنا هيكرمك. بالنسبة بقى للبنات المبتدئة اللي تيجي تقولي اشتغل نسبة ايه مع ايه، او اشتغل الشعر ده ايه، او احدد النسب ازاي اللي احطها للشعر، ده بيتوقف على الشعر اللي قدامك. الشعر معاكي ضعيف، ما تشتغليش بروتين لوحده،
اشتغلي مثلا فيلر، يكون فيلر فرد 70%، مع مثلا معلقة مثلا ترميق، مع شوية بروتين صغيرين. ده بيدي نتيجة فرد هايلة وبدون أضرار. بالنسبة للناس اللي بتقول ده الشعرية بتموت، الشعرية بتموت ازاي يا بنات؟ يعني ايه الشعراية بتموت ازاي؟ انا بس نفسي افهم فكرة ان الشعراية بتموت ازاي يا جماعة. الشعراية هتموت بالنسبة هنا في النقطة دي يا بنات. انا قلت لها امسكي ودنك عادي جدا، انت ممكن تقول للعاملة كده، وفي ناس بتشتغل بودانات، لكن انا العملاء بتوعي يعني على طول بيتعاملوا معايا وكويسين معايا وبيسمعوا كلامي. نرجع بقى لمرجوعنا. لان الشعرية بتموت، الشعرية لو بتموت مش هتكسر، يعني مش هتنطر المادة وتفضل الشعرية موجودة زي ما هي. مش معقول واحدة هتجيلي بعد 6 شهور فالشعر كله مكسر، مثلا سوء استخدام، او ان الشعراية ما كانتش اصلا أو بداية الامر معمولة كويس، فده هنقول عليه ان الشعراية ماتت. الشعراية لو ماتت هتنزل بطولها بعد فترة، فمفيش حاجة اسمها كده. الشعراية بتتفرد وبتفضل موجودة زي ما هي. لو نوع المادة وحش بيخلي الشعراية تتقطم، ولو نوع المادة وحش بتبقى الشعراية ناشفة وواقفة طول الوقت كأنها متحنطة كده. فالشعراية طرية وانسيابية. منين الشعراية ماتت؟ انا عايزة افهم منين. اصل دي مش حنة فرد، في بروتين فعلا بيعمل الشعراية كده، الشعراية فعلا بتبقى ناشفة وواقفة كده، لكن مش دي المواد اللي احنا بنشتغل بيها. موجودة، بس مين شاف عندي شعر ناشف او واقف كده زي ما البنات بسمع منهم الكلام؟ لا، الشعر بيبقى انسيابي، حتى وانا بكبس بيبقى الشعر انسيابي زي ما انتم شايفين. الشعر مش ملبد، الشعر مش نائف، مش ناشف، مش ماسك في بعضه، الشعر جميل جدا. زي ما انتم شايفين يا بنات، انا بضغط بالمكوى تاني باكد على الشعرايه. الجزء ده عشان فيه بنوته طلبته مني بالاخص، انا مخليه العميله ماسكه ودنها على فكره، وانتي بتشتغلي بالمكوى، المكوى واقفه على درجه 90. ما تخليش الشعرايه نايمه عشان ما تنزليش بالمكوى لتحت فتحرقي راس العميله. خد الشعرايه كده واقفه، وبعدين انزلي اتني الشعرايه في النهايه بالمكوى كده، من النهايه اعوجي المكوى كده لجوه. تمام. ما تخافيش وانت بتكبسي، انت بس لو انت مبتدئه ممكن تجربي في شعر اختك كوي، بس انك بحيث ان انت تعرفي تمسكي المكوى كويس، مسكان المكوى ما يقفش معاكي وما يبقاش عائق بالنسبه لك. انا ما نزلتش من بطن امي كنت ماسكه مكوى، ما نزلتش برضو كنت عارفه كل حاجه. احنا كلنا بنتعلم، انا حتى لحد النهارده بتعلم من اخطاء بنات بتكلمني تقول لي انا عملت كذا وطلع معايا مثلا فيه كذا، او طلع فيه دفوع او سبب تساقط، اقول لها انت عملت ايه فافهم منها فتعلم. لان احنا البني ادم بيفضل يتعلم لحد ما يموت. فما تقوليش لا انا مش عارفه، لا انا تعبت في اول جلسه فهبطل، لا انا ظهري وجعني. ما هو لازم يا بنات، لازم تتعبي، ولازم الايد نفسها بتوجعك اول ما تمسكي المكوى، ممكن تلاقيها بتقشر، ممكن تلاقيها بتحرقك، ممكن صبعك الكبير يدوحس كده. لا ما تخافيش، ده مجرد مرة واتنين وتلاتة هتبص تلاقي نفسك ايديكي خدت على الشغل وتعودتي، ومعلش يعني نحستي بمعنى الأصح، أنا آسفة في اللفظ. فأنتي إن شاء الله يعني ربنا يكرمك وهتشتغلي، بس هو الموضوع محتاج شوية وقت، محتاج شوية وقت إنك تتعودي. أصلا التعود في حد ذاته في شغل البروتين والصبر بيطلع معاكي أحلى نتائج، أحلى نتائج. لكن مش أول عميلة مثلا تشتغلي، أول عميلة أنت اتعلمتي من نوسة، ما اتعلمتيش من حد تاني، اتفرجت على نوسة واتعلمتي من نوسة، وجيتي مسكت شعر عميلة، وبعد ما خلصتي لقيت شعر العميلة فيه دفوع، الحياة وقفت، الحياة خلاص وقفت، انا خلاص مش هشتغل تاني. ليه مش هتشتغلي تاني؟ نوسة نفسها اشتغلت مرة واتنين وتلاتة والشغل وقع منها، ورجعت اتعلمت ووقفت على رجليها تاني. وكتير قوي من اللي موجودين والناس البروفيشنال كده كلهم غلطوا، ومن غلطهم اتعلموا. مفيش حاجة اسمها طلع لقى نفسه متعلم على طول. اصبري وان شاء الله شغلك هيظبط وهيبقى زي الفل. انا سبت شعر العميلة يبرد ربع ساعة بالظبط، وهغسل الشعر قدامكم اهو يا بنات. هغسل بمجموعة لوريال، هي مجموعة كويسة برضو، زيرو صوديوم وزيرو سلفات.
هتغسلي الشعر طبعا كويس جدا، تتأكدي ان الشعر نزل كل المادة اللي فيه زي ما انتم متعودين. سبب من اسباب لمعة الشعر بعد الجلسة اللي انا بعمله دلوقتي يا بنات، غسيل الشعر كويس. ما تستعجليش، ما تقوليش يلا انا عايزه انجز اغسل بميه بس واسيبه عشان يطلع ما فيهوش ديفوهات. لو غسلت بالشامبو ممكن الشعر يكسر. مفيش الكلام ده، الشعر خلاص اتكبس، مستحيل لو في ديفو هيبان. حتى لو غسلت بالشامبو بالميه هيبان. ما تروحيش العامل بالماده على شعرها، لان الماده على الشعر ممكن تأذي الفروه. فما تروحيليش العامله بالماده على شعرها. اغسلي الشعر وتأكد ان الشعر نضيف جدا زي ما انت شايفه نوسه بتعمل قدامك دلوقتي. اهو انا بغسل الشعر تماما من كل المواد اللي فيه، بنزل الماده كلها. هتبص تلاقي الشعر وانت بتغسلي وانت بتنشفي قصدي، الشعر معاكي بيلمع وانسيابي ومش ماسك في بعضه. وتقولي لي يا نوسه انا الشعر معايا في الاخر كده ملبك كده ملزق. من ايه؟ من كده، من انك ما بتغسليش كويس. لازم تغسلي الشعر كويس، لازم تتأكدي ان المادة كلها نزلت من الشعر. غسلنا الشعر، نشف الشعر باستشوار هواء بارد لحد ما ينشف تماما، لحد ما ينشف تماما. استشوار هواء بارد. بيغيب شوية مفيش مشكلة، يغيب شوية. ايه المشكلة اما نغيب شوية؟ ايه المشكلة اما ناخد وقتنا في التنشيف عشان الشعر ما يحصلش فيه تقطيم بعد كده؟ زي ما انتم شايفين غسلنا الشعر ونشفته، وهقول قدامكم اهو انا خلصت الفيديو وخلصت الشعر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والنهارده الطريقه تكون عجبتكم واستفدتوا النهارده يا بنات. اللي عايز المنتج هسيب اللينك بتاع البيج اللي انا بجيب منه في الديسكريبشن بوكس. هسيب رقم تليفوني في الديسكريبشن بوكس. مستنيه دعمكم، مستنيه اتصالاتكم. وهنا بوريكم الجذور عامله ازاي. الجذور ما شاء الله جميله جدا، ما فيهاش اي تكسير ولا فيها اي حاجه. وادي الشعر قدامكم، وادي لمعه الشعر الطبيعيه. آه، العاملة بتهز دماغها فرحانة بيه، ربنا يفرحها بيه يا رب. انا بحبها جدا، وهي موجودة على فكرة في القناة، واكيد هتحط كومنت على شعرها. يلا يا بنات، دمتم بخير يا رب. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام يا بنات.